السلام عليكم. قررت أتكلم عن الحكاية أو الكواليس اللي ورا اكتشافي لثغرة فودافون كاش، أو عشان الناس بتزعل من كلمة ثغرة هنقول عليها misconfiguration في نظام الauthentication بتاع فودافون كاش. شُفت الكلام بيبقى كبير إزاي لمّا أقعد أقول كلام إنجليزي ورا بعضه، يعني خلّينا في ثغرة والدنيا مفهومة ولطيفة بدل ما نقعد ننظّر على بعض في الكومنتات. المهم، هاتكلم إزاي اكتشفت الثغرة، إزاي لاحظت إيه اللي بيحصل والbehavior الغلط اللي بيحصل من البرنامج، إزاي فهمت المصطلحات اللي ورا الثغرة، إزاي كمان كتبت التقرير وبعته للشركة، وإيه ردهم عليه. ده كله هنعرفه في الفيديو النهارده إن شاء الله، وبدون ما أطوّل عليكم أكتر من كده في المقدمة يلا بينا نبدأ. بدأت الحكاية. قبل ما نبدأ الحكاية لازمًا تكون عارف على الأقل مين صاحب الحكاية، وأنا صاحب الحكاية. أنا محمد العباسي في تانية طِب طنطا دلوقتي، وعندي شغف أو background كبير جدًا عن موضوع البرمجيات وموضوع الCS أو الcyber security بشكل عام. حاليًا باخد كورس CCNA أو اللي هو يعني Cisco Certified Network Associate، بالإضافة إن أنا بابرمج بFlutter اللي هي Dart يعني، اللي هو يعني Flutter هو الframework بابرمج بDart يعني موضوع تاني. وعندي منصة اسمها Doctor Courses أنا وصديقي البياع يعني عاملينها مع بعض، وهي منصة تعليمية، ولكن ده كله مش موضوعنا النهارده. كده أنت عرفت أنت مين صاحب الحكاية أو مين اللي بيحكي الحكاية قدامك. تعالَ بقى نتكلم عن الحكاية ذات نفسها. إيه هي الثغرة اللي أنا اكتشفتها؟ فلو أنت عايز تعرف أصلًا إيه الثغرة اللي أنا اكتشفتها، ففيديوهين أصلًا مشهورين على القناة، واحد فيه النظري وواحد فيه العملي إزاي تطبّق الثغرة ديّة، موجودين على القناة تقدر تشوفهم أو تقدر تسرِّش يعني على اليوتيوب هكرت فودافون كاش هتلاقي الفيديوهين قدامك من نفس قناتي. المهم، إيه الحكاية بقى ورا الثغرة ذات نفسها وإيه اللي حصل؟ يعني كنت قاعد في يوم عظيم جدًا في أكتر مدينة باحبها ساحلية وهي جمصة. بعيدًا والله يعني بعيدًا جدًا عن إن في كل الحاجات دي في جمصة، وبعيدًا عن الزحمة، وبعيدًا عن البحر اللي ما يتنزلش، بس هي جمصة مدينة كويسة والله، بس ده مش موضوعنا برضه، خلّينا في المهم. فكنت قاعدين تقريبًا في وقت الضهر اللي هو الساعة 12:00 للساعة 13:00 تقريبًا، وكان الجو حَر جدًا، فأنا كنت عايز أشحن data أو كنت عايز أشحن رصيد يعني على تليفوني، ولكن مش هاخرج في الوقت ده. أخويا كان ساعتها يعني أخويا أصغر مني حاليًا داخل تالتة ثانوي السنة الجاية، كان معاه رصيد على فودافون كاش، أو كان معاه يعني فلوس على فودافون كاش. قُلت له حوّل لي الفلوس ديّة عشان أشحنها عندي. هتقول لي ليه ما خلّيتوش هو اللي يشحن على طول على رقمك؟ أقول لك والله يعني بُص عشان هو ياخد كاش باك وأنا آخد كاش باك والعرق المنوفي يعني العظيم غلّبه على معظم المصريين، ولكن ده اللي حصل يعني، وده كان السبب في اكتشاف الثورة صراحةً، أشكر العرق المنوفي جدًا في الموضوع ده. فبعد ما حوّل لي الفلوس قال لي: "أنا هافتح لك hotspot." هو كان عنده data يعني أو عنده ميجا بايتس على حسابه. قال لي إيه: "هافتح لك hotspot عشان ما يستهلكش الرصيد بتاعك." حكاية استهلاك الرصيد صراحةً عاملة إزاي؟ يعني بُص، أنت بتحاسب جوّه الباقة ذات نفسها لمّا تكون عامل باقة مثلًا بفودافون، الباقة مثلًا بيحاسبك على 100 ميجا بايت بجنيه. في النظام العادي من غير ما تكون عامل ميجا بايت لو أنت من غير ما تكون عامل قصدي باقة، لو أنت بتحاسب من الرصيد مباشرةً هتحاسب الميجا بايت واحدة ب14 قرش، اللي هو حرفيًا 14 ضعف الرقم ده. فده رقم كبير جدًا، وصراحةً مش فاهم إيه الفكرة في إنك تعمل 14 ضعف الرقم. ولكن برضه ده مش موضوعنا النهارده، وهنتكلم عنه في فيديو تاني عن الشركات المصرية العظيمة اللي بتقدم نت لينا، بدايةً من 037 القديمة جدًا لغاية دلوقتي، والمهزلة اللي بتحصل في كل عصر حرفيًا في الإنترنت في مصر. ولكن خلّينا في موضوع فيديو النهارده. كان موزّع لي الdata طبعًا الhotspot يعني، وأنا دخلت عليها وبالصدفة البحتة كتبت الرقم السري بتاعه هو اللي هو 100، 100. هتقول لي ليه أصلًا يعني غلطت في الرقم السري؟ والله كانت غلطة يعني بسيطة جدًا. ليه؟ لإن أنا كنت لسه عامل حساب فودافون كاش بتاعي جديد، دخّلت الرقم الافتراضي وأنا كنت ناسي إن أنا عامل رقم سري تاني. فتح الحساب بتاعه بالصدفة. أنا استغربت وما خدتش في بالي ساعتها، هو اللي قال لي هو اللي لَفَت نظري يعني للموضوع دوّة، وقال لي إيه الموضوع حصل كذا، كذا، كذا. فأنا قُلت له: "لأ يا عم." وبتاع وقعدنا نجرّب لغاية فعلًا ما اتأكدنا إن ده بيحصل. ولكن إيه اللي بيحصل ورا الكواليس يعني؟ إيه اللي بيحصل ورا وإيه هي المصطلحات الكبيرة اللي أنا كاتبها في الreport اللي أنا شرحته أو اللي أنا وريته لكم في أول فيديو والكلام اللي أنا لسه هاشرحه بعدين دوّة؟ ده أكيد ما عرفتوش من أول مرّة، يعني أنا حطيت الموضوع تحت الملاحظة، حطيتها تحت الanalysis، حطيت حاجات كتير جدًا يعني عشان أقدر أكتشف الكلام ده. إزاي بقى فهمت الثغرة أو فهمت المصطلحات الكبيرة اللي ورا الثغرة دي؟ زي ما قُلت لك يعني في بداية الفيديو إن أنا بالbackground بتاعتي اللي هي مش كبيرة أوي، بس مش قليلة أو مش zero في المجال ده، في مجال الCS أو مجال الprogramming عامةً، خلّيتني أكون عارف شوية حاجات أساسية قبل ما أعمل أصلًا analysis للتطبيق. منها مثلًا فودافون كاش بتعتمد على حاجة اسمها silent network authentication، أو إن هو بيعمل authentication يعني للuser من غير ما الuser ياخد باله. هو فاتح الdata، فبالتالي الdata اللي بتوصل له من برج الشبكة بتأكد له إن اللي فاتح التليفون دوّة هو صاحب الحساب، فدخّله.
فده اللي حصل يعني، وأنا كنت فاهم إن دي المشكلة هتبقى فيها طبعًا، ده النقطة اللي أنا هاحط إيدي عليها وأعمل analysis حواليها، وبالفعل يعني اكتشفت إن المشكلة هنا. فتحنا أعظم برنامج يعني في التحليل بتاع الpackets اللي داخلة واللي خارجة، ألا وهو Perpsuit. منه قدرت أشوف يعني إيه اللي بيحصل وإيه المشكلة اللي حصلت. يعني بُص، أول حاجة إن أنا قُلت قبل كده يعني في الفيديو الأولاني بيحصل حاجتين بعد الsilent network authentication. هي المشكلة مش فيها، المشكلة في الحاجة اللي بتحصل قبلها وبعدها. قبلها إن هو بياخد أصلًا الdata من قبل ما يتأكد أنت فاتح WiFi والّا mobile data يعني أنت فاهمني؟ عشان فودافون كاش يفتح أنت لازم تكون فاتح من بيانات الجوال أو اللي هي الmobile data بتاعتك. فهو لأ، هو عشان ياخد عينة الأول عشان يشوف أنت فاتح من إيه بالضبط فيهم، فهو ما بيروحش يكلم الجهاز، لأ هو بياخد الdata اللي جاية له كده ويشوف هي جاية له فعلًا من راوتر مثلًا أو من جهاز تاني والّا جاية له من برج الشبكة على طول. لو لقاها جاية له من برج الشبكة على طول هيفتح معاك على طول وهيقرأها طبعًا. لو لقاها جاية من راوتر أو جهاز تاني هيقرأ البيانات بس مش هيخلّيك تعدّي، هيقول لك اقفل الWiFi وافتح الdata. فعظيم. أنا قُمت بتقفل أنت ساعتها الWiFi وتفتح الdata. فالمفروض إيه اللي يحصل؟ هو قرأ البيانات في المرّة الأولى لمّا كنت جاي من على الWiFi. المفروض البيانات دي تتمسح، يعني عشان أنت فتحت بيها session يعني غير شرعية، فتحت session مش بتاعتك، فالمفروض تعمل terminate للsession ديّة وتفتح لي session جديدة، ولكن ده ما حصلش. قام فاتح لنفس الsession القديمة ودخّلني عليها، فعمل حاجة اسمها إيه بقى، تثبيت للsession أو session fixation. أنا مش فاهم أنت ليه بتثبّتني أصلًا في الsession مش بتاعتي؟ فدي كانت المشكلة. لسه مهمة يعني، بما إن أنا نشرت أصلًا فيديوهين عليهم قبل كده، فيديوهين عن الثورة دي تحديدًا يعني قبل كده على القناة بتاعتي اللي أنت تقدر برضه تشوفهم لو أنت ما شُفتهمش لسه. ففي comments كتيرة جات، من أكتر الcomments اللي بتتكرر الناس اللي بتقعد تقول لي بُص أنت عبيط والله دي مش ثغرة. فاللي هو يا معلم اهدى بس، يعني إيه مش ثغرة؟ أنت عايزني أقول لك يعني إنها misconfiguration، إنها inappropriate authentication؟ مش فاهم أقول لك إيه مثلًا، ما هي اسمها ثغرة. إن الثغرة هو أي behavior أو أي سلوك من التطبيق إحنا مش عايزينه يحصل بس بيحصل، زي إن أنا أفتح session مش بتاعتي، ولكن هاعدّيها وأقول عليها misconfiguration يا عم، عشان الناس اللي بتزعل من كلمة ثغرة. فالمهم، هي مهمة ليه؟ كون في حاجة غلط حصلت أصلًا في برنامج معاملات مالية كبير خاضع تحت رقابة البنك المركزي عندنا في مصر، واللي هو ليه طبعًا access كبير على الفلوس من معظم المصريين بيستخدموه يوميًا. كل المحلات تقريبًا هتلاقي معلّق يافطة فودافون كاش كده منوّرة باللون الأحمر، يقول لك والله بُص أنا باعمل لك إيداع واستلام. فكون إن في مشكلة في حاجة زي ديّة، أنا كده أأتمنك منين على فلوسي؟ أنا كده أأتمنك منين أصلًا إن ما يكونش في مشكلة تانية، إن يبقى في ناس تانية ممكن تعمل حاجات أكبر من كده. يعني أنا عملت كده من غير ما أكون متارجت مثلًا إن أنا هاكتشف ثغرة في فودافون كاش، لأ اكتشفتها بالصدفة. فدي كده أنا مش فاهم، كده عمر ما حد هيأتمن الشركة دي تاني، أو المفروض إن اللي يحصل على الأقل الشركة تقفل الثغرة ديّة بدل ما تحمّل المشكلة على عاتق العميل أصلًا. فهي الثغرة مهمة في كده، إنها موجودة في system حساس. أنت عارف لو كانت موجودة مثلًا في حاجة تانية، كنا هنقول عليها ثغرة وخلاص، بس مش هنقعد نعمل عليها propaganda أو هنقعد نطبل لها وأقعد أقول لك مهمة وبتاع لأ. بس هنا فعلًا هي مهمة، عشان موجودة في نظام حساس زي فودافون كاش، فهي فعلًا مهمة ومحتاجة إن الشركة تراجعها وتقفلها ضروري. شايفني بقى إيه قاعد من الصبح أقول لك والله بُص أصل ثانية كده نادي المايك العظيم دوّة، المايك اللي هو التليفون يعني. قاعد أقول لك إيه إن الثغرة عظيمة وإن الثغرة ديّة مهمة، لو ما كانتش مهمة ما كنتش هاقعد أتكلم عنها، وإيه محسسك إن الثغرة ديّة عيل من عيالي. فهل أنا باقول الثغرة مهمة عشان أنا شايفها مهمة والّا علشان في حاجة أنا بارجع لها وباقيّم على أساسها الثغرة؟ لأ طبعًا في حاجة أنا بارجع لها وبأساسها باقيّم الثغرة، وهي معيار دولي أو عالمي يعني مفتوح كلنا بنستخدمه أو أي باحث أمني يستخدمه عشان يقيّم الثغرة اللي اكتشفها، وهو الCVSS أو الcommon vulnerability scoring system. بيتراوح بين أرقام من 0 ل10 و4 أقسام فيه، اللي هو low medium high critical. الlow اللي هو المنخفض من 1/10 ل3.9، الmedium اللي هو المتوسط يعني من 4 ل6.9، العالي أو الhigh من 7 ل8.9، الcritical أو الحرج من 9 ل10. الرقم ده طبعًا برضه مش بيتحط عشوائي، بيتحسب على معادلة ماشية على مجموعتين أساسيتين من المعايير أو الmetrics يعني. أول معايير وهي معايير الاستغلال اللي هي الEM يعني، بتجاوب على سؤال، وهو التهكير ده بيحصل إزاي وصعوبته إيه أو مشكلته إيه يعني. بتتقسم برضه شوية أسئلة أنت بتقعد تجاوب عنها جوّه المعايير ديّة. أول حاجة اللي هي الAV أو الattack vector أو مسار الهجوم، ودوّة المهاجم بيهاجم منين؟ بيبقى يا network أو من على النت يعني بشكل عام، أو من شبكة داخلية اللي هو adjacent زي الhot spot بتاعتنا، والّا لازم يكون قاعد على الجهاز ذات نفسه اللي هو local والّا physical.
تاني حاجة تعقيد الهجوم أو الAC، والهجوم سهل أو متكرر مش محتاج يعني أدوات برمجية أو خبرة في البرمجة عامةً، فده low، واللي محتاج الحاجات دي فده high. الصلاحيات المطلوبة أو الPR أو الprivilege required، يعني هل المهاجم محتاج يكون عنده حساب user عادي أو حساب admin عشان يقدر يهجم وديّة low أو high، والّا مش محتاج أي حساب خالص وده none. تفاعل المستخدم أو الuser interaction الUI، يعني هل الثغرة بتشتغل لوحدها none، والّا لازم الضحية حد يعملها بإيده زي يعني إنه يدوس على لينك أو يفتح ملف أو يفتح هوت سبوت مثلًا. تاني معايير بقى وهي معايير التأثير أو الimpact metrics، وديّة بتجاوب على سؤال مهم برضه، وهي إيه حجم الضرر اللي هيحصل لو الثورة دي نجحت، ودي بتعتمد على المثلث بتاع الCIA. أول حاجة السرية اللي هي الconfidentiality أو الC، يعني هل المهاجم قدر يقرأ بيانات سرية. تاني حاجة النزاهة وسلامة البيانات اللي هي الintegrity اللي هي الI، هل المهاجم قدر يمسح أو يعدل في البيانات. التوافر والإتاحة اللي هي الavailability اللي هي إيه، هل المهاجم قدر يوقع السيرفر أو يمنع الخدمة عن ناس معينة، وديّة تقييمهم أو ال3 دول يعني تقييمهم بيبقى ما بين none وlow high. تعال نشوف بقى الثغرة بتاعتي اللي هي الATO بتاعتي، يعني قدرت أقيمها إزاي، وإيه اللي ادّاها التقييم بتاعها. التقييم بتاعها عامةً هو high 7.2 على معيار CVSS. تعالَ بقى نفصصها شوية كده. أول حاجة الAV أو الattack vector خدت تقييم adjacent، لإنك المهاجم لازمًا يكون على الشبكة الداخلية بتاعة الضحية أصلًا، اللي هي الhotspot بتاعته. الAC أو التعقيد بتاع الهجوم طبعًا low، لإن أنا مش محتاج أي سكريبتات، أي أصلًا خبرة في البرمجة أو أي حاجة من الكلام ده. الPR أو الصلاحيات المطلوبة none، وكنت شايف إن أنا المفروض كنت أعملها low شوية، عشان المهاجم أصلًا بيبدأ كشخص غريب مش معاه أي حاجة في الحساب على فودافون كاش أصلًا، بس هو لازمًا يكون عنده شريحة فودافون، فأنا شايف إن أنا المفروض كنت أعملها شوية low، يعني مش high برضه، هي low. تفاعل المستخدم أو الUI طبعًا required ليه؟ لإن أنا المهاجم قصدي الضحية يعني لازمًا يفتح hotspot، فدي اللي خلّت أصلًا الثغرة بتاعتي ما تاخدش تقييم critical، وخلّتها إن هو ياخد تقييم high بس. تعال نشوف بقى تاني معايير اللي هي الimpact metrics أو معايير التأثير يعني أو حجم الضرر، اللي هو الCIA. الC أو السرية خدت high طبعًا، لإن أنا قدرت أشوف الحساب بتاع الضحية زيه، قدرت أشوف الحسابات، قدرت أشوف الرصيد، قدرت أشوف التحويلات، قدرت أحوّل رصيد، وده كان تاني حاجة الintegrity أو النزاهة يعني. قدرت أحوّل فلوس من حساب الضحية لحسابي أو حساب حد تاني، خاصةً باستخدام الpassword الافتراضي، أو لو أنا عارف الpassword بتاع الضحية دوّة اللي هو 100 مثلًا، وده تعديل وتلاعب مباشر في الرصيد بتاعه وقواعد البيانات، وخاصةً إنها ما بتسيبش وراك أي أثر أصلًا. التوافر أو الavailability اديتها none، لإنك حتى لو عملت مثلًا الpassword بتاعه غلط 3 مرات، هو هيقفل عليه الحساب لغاية ما هو يدخّل الرقم القومي بتاعه ويغيّر كلمة سر، فهي مجرد يعني قفل مؤقت أو حظر مؤقت للحساب بتاعه. فبالتالي مش هادّيها مثلًا يوقّع السيرفرات بتاعة الشركة أو يوقّع الحساب بتاعه كامل يعني. فنيجي للخلاصة، المفروض التقييم اللي يتكتب هتلاقيه اللي قدّامك دوّة، اللي هو السطر الكبير شوية ده بادئ بCVSS الإصدار بتاع 3.1 لمّا للavailability none. فده كان إزاي قدرت أشوف الثغرة بتاعتي إزاي قيّمتها. نخش بقى على الأصل بتاع الفيديو بتاعنا. كتابة التقرير، زي ما قُلت لك في أول الفيديو أنا عندي background كويس شوية عن مجال الCS اللي هو الcyber security ومجال الprogramming عامةً، فالمصطلحات مش تايهة عني. فإزاي بدأت بقى أكتب أول تقرير ليّا، وإزاي أكتب تقرير عامةً لأي ثغرة بعد كده والكلام ده كله. أول حاجة التقرير بيبدأ معانا من الtitle، وجواه بيبقى كذا قسم بعد الtitle، يعني اللي هو الbody بتاع أو الجسم بتاع الreport ذات نفسه. هتكتب فيه حاجات مهمة زي الsummary اللي هو ملخص ليها، steps to reproduce إزاي تعيد توليد الثغرة ديّة. عامةً ممكن تكتب برضه جواها المتطلبات اللي المفروض تكون موجودة عند كل من الattacker والvictim يعني، وخطوات التنفيذ، الimpact أو التأثير بتاع الثغرة، وترفق معاه الPOC أو الproof of concept. غالبًا يرفقوا فيديو متصور بكاميرا خارجية مش screen recording، وما تمنتجش فيه حاجة أو تحط فيه اسمك أو تدخّله أي برنامج مونتاج تمامًا. وكمان ما تقصّوش أو تعمل فيه أي حاجة عشان الفريق لمّا يشوفه يتأكد إن هو فعلًا صح وما يشككوش في حاجة يعني. فتعالَ بقى أقول لك إزاي كتبت التقرير خطوة بخطوة. أول حاجة قُلت لك بدأت بيها هو الtitle، وده صراحةً كان أصعب حاجة فعلًا فيهم كلّهم يعني. لو أنا مسكت كده قُلت هل أبدأ بمثلًا session resistance، اللي هو يعني إن الsession بتاعتي ثابتة آآ على البتاع دوّة مع إني ما ليش access عليها. فهنا لمّا قُلت ما ليش access عليها اكتشفت إن هو session fixation لو حد شافها من برّه ممكن تيجي في دماغه اللي هو أنا عملت log out مثلًا وفضل ليّا access على الجهاز اللي أنا عملت منه log out دوّة. فأول ما حد يبُص لها هيقول ما لهاش علاقة باللي إحنا بنشرحه أصلًا.
جه في دماغي مثلًا إن أنا أقول network state confusion. قُلت طب إيه اللي بيأدّي إيه اللي بيحصل يعني بعد ما حصل network state confusion؟ وصلت بقى للATO أو الaccount takeover. فالtitle بتاعي كان ATO in Vodafone Cash Egypt via أو عن طريق يعني network state confusion وsession persistence، عن طريق إن أنا باحوّل من الhotspots للmobile data. دخلت بعدها بقى في الbody بتاع الreport بتاعي. بدأت زي ما قُلت لك بالملخص بتاعها، وإن أنا شرحت الثغرة بسرعة عن طريق إنها بتعتمد مثلًا على الheader enrichment، بتعتمد على الربط ما بين الIP المؤقت وعلى الرقم بتاع التليفون يعني بتاع الضحية، وكمان ذكرت إن معظم الناس بتستخدم الpassword الافتراضي اللي هو 100، 100. بعدها دخلت على خطوات إعادة التنفيذ. قُلت الprerequisites أو المتطلبات اللي لازم تكون عند الاتنين، مثلًا يكون في حساب فودافون كاش عند الضحية، يكون في شريحة فودافون شغالة عند المهاجم والكلام ده كله. خطوات التنفيذ تابعة برضه قسم الsteps to reproduce. ده كتبت بقى في خطوات بالتفصيل بدايةً من إن الضحية أصلًا بيفتح الhotspot لمّا للattacker يقدر يشوف الرصيد ويقدر يحوّل ويعمل معاملات مالية عادي جدًا. كتبت الimpact بتاعتها إن هو يقدر ياخد حساب الضحية لفترة مؤقتة طول ما هو فاتح البرنامج، ويقدر يعمل منه تحويلات مالية، بل ويقدر كمان يشوف رصيده ويعدّل فيه. كده إحنا خلّصنا الreport الأساسي. في كمان بقى الattachment اللي أنا ضِفته، اللي هو الفيديو اللي هتلاقيه منشور قبل ده على طول، وده كان فيديو متصوّر طبعًا بكاميرا خارجية للتليفونين جنب بعض مع تعليق أنا بالإنجليزي، علشان الteam لازمًا تكتب له، لازمًا تشرح له بالإنجليزي يعني للأسف ما أعرفش ليه، بس عظيم يعني مش هتفرق كتير، حتى لو كنت عملته AI voice over بس أنا شرحت بالإنجليزي عادي يعني. فده كان كتابة التقرير بتاعي، ولو حد عايز إن أنا إزاي أكتب تقرير فيديو كامل يعني عن كتابة التقرير لوحده، فعادي ما عنديش مشكلة تمامًا يعني. تعال نشوف بقى رَد الsecurity team أو فريق الترياج بتاع HackerOne أو فريق الفارز يعني. أنا أول حد رَد عليَّ وكان user اسمه H1 analyst، قالت لي والله thanks for your submission، شكرًا جدًا إنك بعتّ لنا الreport العظيم دوّة. هي ما قالتش عظيم، أنا اللي باقول عظيم من عندي يعني. وعدّيت أول validation معانا، وده ما بيثبتش إن هو في حاجة فعلًا، ولكن البتاع ده هيقعد يعدّي على كذا تقييم تاني، وهنكلمك وهنخلّيك متابع يعني أول تحديثات يعني أول ما تحصل. ده كان الرد بعدها بما فيش يعني فترة قليلة، في نفس اليوم تقريبًا، بعدها بحاجة بسيطة يعني. أنا باعت التقرير 19:15، ردّوا عليَّ 19:30 تقريبًا، في 10 دقايق بس. كان رد سريع جدًا، تقريبًا 10 دقايق والّا كان بعدها بيوم؟ لأ 10 دقايق، 10 دقايق فعلًا. فالمهم إيه اللي حصل بعدها بقى؟ بعدها بتقريبًا بكام يوم، كان 14 إبريل، بعدها يوم 21 إبريل، يعني أسبوع كامل. رَد عليّا H1 analyst ACE المرّة دي من نفس الفريق اللي هو فريق الفرز، قالت لي: "والله بُص إحنا بنappreciate your time والله إنّك بعتّ لنا الreport ده." والله استنى كده، إحنا بعد مراجعة عظيمة جدًا للreport العظيم برضه بتاعك. هتقول لي ليه أنا باقول الreport عظيم؟ عشان أنا فعلًا بذلت وقت ومجهود في كتابة الreport دوّة، فمستقل يعني إن أنا أقول حاجة تانية غير إن هو report عظيم. المهم قالوا لي إيه، إن ديّة والله بُص الteam مش معترف إنها مشكلة، بس هي بتحصل، بس إحنا مش معترفين إنها مشكلة. إحنا بنعتقد ونؤمن إنها حاجة طبيعية جدًا إنها تحصل، والمشكلة هتبقى من عند العميل، لإنه هو اللي ما غيّرش الرقم بتاعه. ولو أنت قدرت بقى توصل لطريقة تعدّي بيها الرقم السري، فإحنا هنكون والله فرحين جدًا بحاجة زي ديّة، ويا ريت تكلمنا. وقفلوا من التقرير على إنه informative ومشكورين يعني، ما أثّروش على أي حاجة عندي في الscore بتاعي أو أي حاجة، وأنا ما كانش عندي أي score أصلًا، فيعني كويس إنهم ما ادونيش minus أو حاجة يعني، وكويس جدًا. بس هل ده المفروض يكون رَد الشركة؟ أنا ما عنديش مشكلة تمامًا إن هم يقولوا إنها مش ثغرة كبيرة، ما عنديش مشكلة في حاجة زي دي، بس مشكلتي تمامًا إنها إزاي شركة أو حاجة تابعة لرقابة البنك المركزي يبقى ده ردها على مشكلة أو misconfiguration في حاجة مهمة جدًا فيها فلوس زي فودافون كاش اللي هي معظم الشعب المصري بيستخدمها ومعظم المحلات بتستخدمها. فدي فعلًا كانت المشكلة الكبيرة. هل الثغرة حقيقية؟ والله لو أنت بعد كل الكلام اللي أنا قُلته دوّة لسه بتسألني الثغرة دي حقيقية والّا لأ، فوالله يعني يا صاحبي أنت، أنا مش عارف أقول لك إيه، بس والله شوف الفيديوهات اللي قبل كده، شوف الفيديوهين اللي قبل كده، شوف التقرير اللي أنت هتلاقي ليه link في الdescription تحت، وده أنا واخده من موقع HackerOne على طول بالرد الحقيقي بتاعهم، ما عدّلتش عليه أي حاجة. وأنت تتأكد تمامًا إن الثغرة حقيقية. يا عم مش متأكد من الكلام ده كله وشايف إنها بfake، روح جرّبها أنت بنفسك.
مش معترف إنها ثغرة أو حاجة هاقول لك إنها يا عم misconfiguration يا عم، مش ثغرة، مش حاجة بتهدد براحتك، بس هي misconfiguration في حاجة بتمُت للأموال في مصر، حاجة معظم الشعب المصري بيستخدمها، كفاية إنها تابعة للبنك المركزي المصري أصلًا. ففي النهاية يعني أنا كان هدفي من الفيديوهات دي كلّها التوعية بتاعة الناس، بما إن فودافون رفضت إنها تعدِّل حاجة في الsystem بتاعها يعني، وده المُعتاد من الشركات المصرية العظيمة يعني إنها ماشية بنظامها مش عارف مين الرقيب عليهم أو أي حاجة، بس بغض النظر يعني قد بنوعّي الناس وبنعمل اللي علينا. وأتمنى إن ما حدّش يُقع في المشكلة ديّة أو ما حدّش يستخدمها بطريقة غلط، والفيديو ده كان طبعًا لخدمات توعوية أو لأغراض تعليمية أو توعوية للناس، خاصةً اللي عايز يعمل report أو عايز يشوف النظام ماشي إزاي والكلام ده كلّه. وشكرًا ليكم يعني، ولو حد عنده أي استفسار تقدر تكتب في الكومنتات أو تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك page أو الإنستجرام أو حتى الواتساب، هتلاقيه كل دوّة في description القناة، وشكرًا ليكم يعني.